السلام عليكم، ازيكم يا حباب قلب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم اكله حلوه جدا بقى. كباب بالفراخ عجب. اول ما هتدوقوه هتقول الله ينور عليك يا رشا. مكوناته سهله وبسيطه وفي تناول الايد، اي كميه اللي تناسبك من الفراخ هتعمليها. يا رب يكون صدر فرخه وورك. هتعملي كميه كفته بالفراخ تحفه. مش هتبطلي عمايلها. بما ان بقى اوعى تقولي ان الفراخ غاليه. هنقول لو معانا صدر فرخه، انا معايا صدر فرخه دلوقتي. هنقطعه زي البانيه كده، وبرضو اقل من البانيه. ومعايا وركين، انا خليهم كويس. عايزه تخلي الفراخ يخليهم لك ماشي. تجيبي الوراك وتخليها برضو مفيش مشكله. مكوناتها سهله وبسيطه، ومش هتاخد منك مجهود، بس الطعم بجد هتلاقيه تحفه. اول حاجه كده هنعمل، انا معايا حزمه بقدونس تبقى مغسوله كده ومتقطعه كويس، وبصلتين، ومعايا فصين توم 3 زوديها، وفلفلايه حمراء مقطعه قطع صغنونه قوي. إيه عايزاها حراقه بقى، عايزاها الفلفل التاني ماشي. إيه، ومعايا واحد فيجيتار. والتوابل بقى بتاعتنا عباره عن معلقه بابريكا، بهارات فراخ، ملح، إيه كمون، فلفل اسود، إيه معلقه صغيره بيكنج باودر. ومعانا الواحد الفيجيتار ده. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونقطعها لقطع صغنطوطة، علشان واحنا بنضربها في الكبة ما تاخدش مننا وقت. هنقطعها كده. ده معايا اول حاجة الصدر. انت عايزة تعمليها بصدور خالص ماشي، عايزة تعمليها بصدور وورك ماشي، بس يا ريت يكون مع الورك مع الصدر ورك، لان الورك ناعم والصدور بتبقى خشنة. الورك بيديها طراوة كده للكفتة، وبتبقى كويسة، يعني لا هي ناشفة قوي ولا هي طرية. بيعملوا ميكس كده مع بعضيهم. الكمية بقى اللي تناسبك، انا الكمية بتاعتي دي كيلو الا ربع، يعني كان نص وربع كده. انت بقى الكمية لو ورك وصدر هيعملولك احلى وجبة كفتة. عايزة بقى تبقى تعملي معاها مكرونة ماشي، تعملي معاها رز بسمتي بالعيش، دي هتبقى مشوية تحفة بجد. لما تجربيها مش هتبطلي عمايلها. كل ما بنقطعها قطع صغيرة كده بتبقى معانا في المفرمة سهلة. على فكرة يا جماعة، احنا بنقول ان الفراخ غالية، بالعكس كل ما تبقى الفراخ غالية كل ما احنا نخاف منها اكتر ونجيبها ونعملها في البيت. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا بعد ما قطعناها لقطع صغنطوطة. مش هنعمل الفراخ الاول، هنعمل الاول البصل علشان ما نغسلش الكبة بعد الفراخ. انا قطعت البصلاية بتاعتنا البصلتين وحطيتهم في الكبة وهديهم فرمة كويسة. عايزة تبشريها ماشي، عايزة تقطعيها قطع صغنطوطة كده براحتك، اللي انت عايزاه، بس احنا كده كده هنستخدم الكبة. انا بعد ما خلصت الفرم بتاع البصلتين هجيبهم بقى واصفيهم كويس قوي من المية. احنا مش محتاجين المية بتاعتهم، بس اوعي ترمي المية، لان المية بتاعتهم احنا هنستخدمها دلوقتي في التصبيع. هنركنها لحد ما يجي الاستخدام بتاعها. نصفيها كويس قوي من المية، لان احنا مش عايزينها طرية وتفضل متماسكة معانا. صفيها كويس زي ما انتوا شايفين كده، والمية بتاع البصل نحافظ عليها عشان هنستخدمها. انا كده صفيتها. هركن بقى المية بتاعت البصلاية، واجيب بقى المفرمة بتاعتي تاني. مش هغسلها، هي كده مكان البصل فمش هتتغسل. هننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتنا فيها ونفرمها فرمة كويسة جدا. بجد لما هتجربوا الكفتة دي هتعجبكم قوي. فعلا الواحد بقى بيشكل الفراخ بالطريقة اللي تريحه، علشان ما بتكون مثلا صحيحة كده الفرخة بتعرفيش تقسميها، لكن كده بتقسميها كويس وبتديكي كمية حلوة قوي. وبعدين المقادير بتاعتها مش ملهاش مقادير معينة، على حسب الموجود عندك. اهم حاجة الخطوات والمكونات تبقى معانا. انا فرمتها فرمة كويسة جدا ونعمتها زي ما انتوا شايفين كده، بقت تمام التمام معايا. هجيب بقى الفلفلاية الحمراء، انا كنت مقطعاها صغير، بس برضو هضربها هديها لفة كده مع الفراخ، علشان البصلية دي يا جماعة بتديها الفلفلاية ديت بتديها تسكرة حلوة قوي وطعم حلو. وكمان الفلفل الأحمر دوت فيتامين سي. احنا عايزين مكوناتها تبقى كده دسمة وحلوة، فيها خضار، الخضار بتاعنا هنحط فيها.
بعد ما خلصناها بقى وفرمنا الفلفلايه معاها، هننزل بيها بقى في الطبق بتاعنا عشان نكمل بقيه المكونات. لو انت عايزه تكملي بقيه المكونات في المفرمه ماشي، عايزه تسيبيها بقى ونحطها، بس انا هطلعها من المفرمه وابدا اديها ايه المكونات بتاعتي مع بعضيها. زي ما شفتها متفرمه كده وشكلها، شوفي حمرها جميل. هنزل بقى بحزمه البقدونس معايا، وتاني حاجه البصلايه. نحط البصل بتاعنا مفروم كويس وشوفه متماسك مفيهوش اي حاجه. 3 فصوص توم معانا مهروسين كويس. كده هنبدأ نكون بقية المكونات بتاعتنا ونحطها. التوابل اللي معانا زي ما احنا قلنا، هنحط الأول الفيجيتار عشان ما ننساهوش. عايزة تحطيه اللي هو الحراق ماشي، عايزة تحطيه اللي هو العادي براحتك على حسب ما بتحبيه. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، الملح وبهارات الفراخ، أهم حاجة معلقة البيكنج باودر دي بتديها طراوة كده، الكمون، الفلفل، البابريكا. عايزة تزودي بهارات تاني من عندك عادي خالص، دي في ايدك ما فيهاش مشكلة، بس انا شايفة ان البهارات دي كفاية. ونمسكها بقى نديها عجنة كويسة قوي علشان المكونات بتاعتنا تتجانس مع بعضيها وتسمغ. تسمغ دي يعني تبقى حلوة في التصبيع. عايزة كنت تسيبيها في الكبة وتحطي كل المكونات دي في الكبة وتديها لفتين ماشي، عايزة تعجنيها زي ما انا بعجنها كده برضو ماشي. وانتي بتعجنيها لو لقيتيها طرية معاكي شوية ممكن تحطي معلقتين فيجيتار تاني او معلقتين بقسماط او معلقتين دقيق على حسب الموجود عندك. انا هديها عجنة بقى محترمة كده وادخل كل مكوناتي في بعضيها زي ما احنا شايفين كده. بعد ما عجنتها عجنة حلوة بقى اخدها بقى اصبحها معايا. ما شاء الله رمت معايا كمية، يعني انا عاملة كيلو الا ربع، ما كملتش الكيلو. هترمي معايا كمية محترمة. اول حاجة بقى احنا هناخدها بعد ما سمختها وبقت تمام التمام كده. دي مية البصل اللي قلتلكوا عليها ما نرميهاش، هتنفعنا دلوقتي. حطيت فيها معلقة زيت، الزيت هيدي لمعة كده وهيخليكي وانتي بتصبعي كويس. هنجيب بقى معلقة او خلة اللي هي الطاولة دي ونصبع عليها. انا هصبع النهاردة بالمعلقة. اي حد يعني ايه الصرافي الجودة في الموجودة. هناخد الكفتة بتاعتنا وابدأ احطها في المعلقة واصبعها. شوفي ما بتاخدش مني غلبة خالص وما شاء الله متماسكة. تضربيها في المعلقة ما تنزلش. دي كمان لو عايزة تشويها على السيخ ما تفكش منك ابدا. كده زي ما انتوا شايفين اصبعها واحطها في الاطباق وابدأ تاني اصبح تاني. شايفة تصبيحها سهل وسلس جدا وفي شكلها ما شاء الله تفتح النفس. لو حسيت ان انت عايزه تبلي ايدك، بلي ايدك في البصل والزيت. شوفوا ما شاء الله تصبيحها سهله. عايزه تكبري عن كده ماشي، شوفي تخبطيها وتنزلي بيها عمرها ما تنزل من المعلقه ابدا. دي دليل على ان الكفته بتاعتنا متماسكه وناجحه. وتشيليها وترصي. هي ما شاء الله شكلها شايفين تفتح النفس من قبل ما تستوي. والله يا جماعه هتعجبكم جدا وهتدعولي لما تدوقوها. بس نصبع بقى الكميه اللي معانا بنفس الشكل ده، هي التصبيعه واحده. كل ما تلاقي ايدك عايزه محتاجه ان هي تبقى كده، الزيت بيديها لمعه حلوه قوي وبتشوفي جميله بجد. تحفه الوصفه دي تحفه. هصبع بقى كل الكميه اللي معايا بالطريقه دي. بعد ما صبحتها شوفوا ما شاء الله ادت معايا كميه قد ايه. لا كميه نتيجه هايله جدا. لو عديتيهم هتلاقيهم اكتر من 40 صباع 50. وما كشتش خالص، يعني ما شاء الله ما كشتش. كمية هائلة يعني تكفي أسرة يعني كاملة تاكل وتشبعي. تأكل أكتر من 8-10 أفراد. هنجيب بقى نعمل طبق سلطة بلدي كده محترم. هنجيب ليمونة كبيرة ونعصرها. احنا هنقطع بقى الخضار معانا اللي هي الطماطم، الخيار، البصلة هنقطعها جوليان اللي هي الكبيرة. المشويات بتيجي احنا معانا دلوقتي التوابل بتاعتنا معايا نص معلقة فلفل اسود،
معانا معلقة كمون، والملح مش هملحها دلوقتي. هناخد المكونات بتاعتنا ديت نقلبها في قلب بعضيها، وهنزل بقى بالطماطم. انا مقطعاها كبيرة للحاجات المشويات، وعندك الخضرة اللي تناسبك، ان كان عندك شبت، كزبرة، بقدونس، اللي انت بتحبيها تحطيه في السلطة. وهننزل بقى بالبصل مقطعينه رفيع جدا جوليان كده، قطع كبيرة برضو تبقى مناسبة مع الخيار والطماطم. ومعايا الخيار برضو مقطعاه كبير كده، وهنديله لفة كده كلها للسلطة مع بعضيها. ناخدها بقى نحطها في التلاجة لحد ما نصبع الكفتة بتاعتنا، لحد ما نعمل الكفتة ونطلعها من التلاجة. ما تملحهاش غير ساعة الأكل عشان ما الخضار ما ينزلش المية بتاعته. شايفين ما شاء الله طبق سلطة يفتح النفس. أنا بعشق السلطة البلدي، بتبقى حلوة جدا مع المشويات. اوعي تحط لها الملح غير ساعة الأكل. خدها بقى احطها في التلاجة. انا بقى هنزل معايا تجيب الطاسة عشان نبدأ نشتغل في الفراخ. لو عندك حية تتلية سليمة حطيها. انا دلوقتي عندي اللية بتاعتي، انا كنت مسيحاها، هاخد منها معلقة وانزل بيها، بتفرق جدا قوي في الحاجات المشوية. انا اللية بتاعتي انا مسيحاها زي السمنة كده، ما بعوز معلقة باخدها على طول. وهنزل بكام معلقة زيت كده، معلقتين زيت مش كتير. يبقى انا خدت معلقة ليا على معلقة زيت. لو عندك ليا صحيحة حطيها. اول ما تسخن بقى معايا كده، يا دوب تسخن، ابدأ بقى اجيب الكفتة بتاعتي ده سخونة كده، لان احنا بنبقى محتاجين واحنا بنسوي الكفتة على نار متوسطة علشان تستوي من جميع النواحي وتبقى حلو. انا بقى هجيب بقى بعد ما الزيت بتاعي والسمنة واللية ساحت، هقوم جايبة الكفتة بتاعتي وابدأ ارصها في الصينية بتاعتي في الطاسة. عايزة تسوي في صينية ماشي، اللي يريحك. هنزل بقى كده واحدة واحدة. على فكرة هي متماسكة وماسكاها كويس. انا بعد ما صبحتها حطيتها 10 دقايق في الفريزر، على بال ما عملت السلطة. يا دوب عملت السلطة على طول وطلعتها. هي ما شاء الله متماسكة وما تخافيش منها خالص. هتبدأي ترصي الطاسة بتاعتك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. على فكرة يا جماعة، احنا لما بنعمل الاكل في البيت بيبقى نظيف وكويس، وما تقوليش ان الفراخ غالية. طب ما هي الفراخ غالية، المنتجات التانية برضو بتبقى غالية. يعني تجيبي الهمبرجر هتخافي منه، الفراخ، كل ما الحاجات دي بتبقى غالية كل ما تخافي منها اكتر انك تجيبيها من بره. دي فراخك انت شايفاها وجايباها، واكل صحي. مش المشكلة مش في ان انا اعمل الاكل وخلاص، لا، المشكلة ان انا اعمل اكل صحي ونضيف عشان احافظ على صحة ولادي. ما استرخصش واروح اجيب حاجة جاهزة من بره وارجع نتعب ونعالج بقد كده. لا، احنا بنعمل اكل في البيت نضيف صحي عارفين مصدره. احنا اهم حاجة نسويها على نار هادية، بين الهادي والمتوسط. اول ما بتاخد لون على الوش ده وتحس ان هي اتحمرت، بنقلبها زي ما احنا شايفين كده على على الوش التاني. وما تخافيش منها خالص، يعني ما شاء الله جامدة جامدة، يعني تقلبي زي ما انت عايزة، ما تخافيش. شايفين؟ انت عايزة بقى اللون افتح من كده شوية، السوا اقل من كده شوية، دي حاجة في ايدك. يعني احنا طبعا كل ما بنعملها، يعني شوفي في كباب نعمله ريحته قلب التاني. حتة اللي هي دي يا جماعة في الحاجات المشوية دي بتفرق. لو انت برضو كنت عايزة تعمليها في الفرن اعمليها، بس بالخطوات اللي احنا بنعملها ديت بتفرق جدا. في الطاسة جميلة، ما بتاخدش منك وقت، وما بتبقاش فيها دهون. احنا محطناش غير هي معلقتين زيت وحتة اللي دي هنسوي بيها كل الكمية. يعني هنسوي كل كميتي وهيتبقى منهم برضو. نبدأ نقلب يمين وشمال كده. لقيت الجوانب لسه برضو ما استوتش، تقلبها على الجنب التاني. موضوع سهل وبسيط ومفهوش اي صعوبة. ودي ممكن يعني من ضمن الحاجات اللي نفرزها رمضان، تعمليها وتصبعيها وتحطها كده في الفريزر. بس تحطي من كل راق وراق
في الكفتة كيس بلاستيك كده علشان ما تتلزقش في بعضيها. دي تبقى عاملاها ما بتاخدش منك وقت قبل رمضان، في تجهيزات رمضان بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين. تقومي جايه مطلعاها على الغرف على طول، تقوم مطلعاها على القلي. عايزه بقى تبصي دي تتاكل معاها عيش، عايزه تعمليها مع رز بسمتي ماشي، عايزه تعمليها معاها شويه مكرونه ماشي، لو انت الكميه بتاعتك في الكفته بسيطه. بص، مش عايزين نصعب الامور على نفسنا يا جماعه، احنا في البيت لازم نوفر وندبر شويه عشان احنا شايفين الحاجه بقت غاليه ازاي. بس احنا كده إيه الكفته بتاعتنا بتستوي على نار متوسطه زي ما احنا شايفين. احنا ما سرحتش الفيديو عشان نشوف السوا بتاعها. بصي هتلاقيها مليانه طراوه من جوه وحلوه جدا بجد. انا مش قادره اقول لكم، كانوا الريحه قلب الدنيا يا ماما يلا خلصت عشان احنا جعانين من كتر ما كانت الريحه حلوه. كده خلاص اللي الاقيها استوت اخدها بقى في الطبق واطلعها. يعني الحاجه اللي الاقيها شوفي اهي ما شاء الله مستويه معايا وما خدتش اي وقت، ما بتقعدش 5 دقايق على النار. تقلبي براحتك خالص جدا وما تخافيش منها، ما بتفكش خالص. وشوفوا ما كشتش، هي دي نفس التصبيع اللي انا كنت مصبعاه، اللي شلته مكانه، اللي شلته لقيته استوى شلته وحطيت مكانه ني، لانها في حاجات كانت لسه الجنب بتاعها ما استواش فسبتها تستوي كويس. شايفين سواها حلو جدا. بس هي دي طريقة السوا. بعد ما خلصتها ما شاء الله ريحتها وطعمها وجميلة جدا. مش انا عملت يعني ديت نص الكمية اللي انا كنت عاملاها. عاملين بقى طبق السلطة البلدي، طبعا احنا ملحناه لان احنا ما ننساش ان احنا ما كناش حاطين الملح. انا ملحتها. وهنغرف بقى شوية سلطة بلدي من بتاعة المشويات ما بتحبش غير السلطة البلدي. طبق سلطة كده محترم ونغرفه معاها. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. هي بقى مش محتاجة غير شوية عيش بلدي برضو، نجيب العيش بقى معاها وناكلها حاجة تحفة زي ما انتوا شايفين كده، طرية وجوسي وجميلة. وشوفوا ما فكتش تقطعها كده، طعم بقى حكاية حكاية. نعمل بقى سندوتش بقى بالسلطة، نحط شوية السلطة كده في العيش البلدي وصباع الكفتة ولا صباعين كده يعني خنصرة بقى من الولاد انا هاكل معاكم السندوتش ده بجد هتدعوني تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تستنوش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بحبكم في الله في فيديو جديد اخر.